اليوم مشاهدينا سنسلط الضوء عن نهائي كأس الكونفدرالية التي سيكون يوم السبت، والذي سيمثله وممثل الجزائر اتحاد العاصمة أمام نادي الزمالك المصري. وحتى لا ننسى أن بعثة اتحاد العاصمة حطت رحالها بالأراضي المصرية فجر اليوم بعد رحلة دامت على ما أظن حوالي 4 ساعات. لهذا كما قلت أيضا، وحتى لا ننسى أيضا أن اتحاد العاصمة فاز على نادي الزمالك في مرحلة الذهاب يوم السبت المقبل بالفارق بهدف دون رد. للحديث أكثر مشاهدينا الأعزاء عن هذا النهائي يلتحق بنا لاعب اتحاد العاصمة سابقا رفيق دغيش. صباح الخير رفيق. صباح الخير، السلام عليكم، صباح المستمعين الكرام. شكرا لك. كما قلت، بعثة الاتحاد حطت رحالها بالأراضي المصرية فجر اليوم استعدادا لنهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت إن شاء الله. الاتحاد حقق فوز أمام الزمالك في نهائي الذهاب، فاز أيضا بكأس الجزائر، يعني معنويا مرتاح. تفصله 90 دقيقة للتتويج بهذا التاج القاري. هل تعتقد أن الفوز بهدف دون رد كافي؟ وكيف سيتم تسيير هذه المباراة على الأقل؟ الحمد لله. دوكا هم فايزين بشوط واحد في اللقاء الاول. ان شاء الله في لقاء العوده راح يكون شويه لقاء صعب. ان شاء الله نقولوا لي جوار شويه طالع مع لا فيكتوار تاع كوب دالجيري والماتش تاع لالي. ان شاء الله يكونوا في نهارهم وان شاء الله فيها خير، باسكو الياسما كي لي جوار هذا الماتش تاع لي جوار كي يكونوا ملاح ان شاء الله ما نخموش في الخيبه. ان شاء الله ان شاء الله فيها خير، وعندهم الاكسبيرونس ديال الاتحاد في هذه المنافسه والنهائيه تلعب كاين يلعبوها خطره في حياتهم. ان شاء الله لي جوار يديروا اللي عليهم وان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه. ان شاء الله انا نقول لهم ما يتقلقوش، يلعبوا كيما لعبوا فينا كوب دالجيري، شويه اراده بلا تكنيك تاعهم. ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله فيها خير. رفيق، أيضا هل تعتقد أن نتيجة الذهاب تمنح اتحاد العاصمة أفضلية حقيقية أم أنه كل شيء سيبدأ من الصفر في الإياب يوم السبت؟ لا الحمد لله. دوكا اللقاء الاياب كان نتيجه ايجابيه 1-0. المهم ما تقبلش الاهداف، هذا هو باش يهم في النهائيات. ان شاء الله يكونوا في نهارهم. هذا واش نقدر نقول. انا ما خممش في الزمالك ولا في كيب واحده اخرى، باسكو هذه الجوار تاعنا بروبليم مونطال. ان شاء الله يكونوا في نهارهم. كي يكونوا في نهارهم نامبوتيو ادفيرسير راح يكونوا قدها ان شاء الله. ما سيتو في النهائيات تبقى 93 دقيقه ان شاء الله يفرحونا وان شاء الله يكونوا في يومهم، باسكو ما يخفى عليكش باش ديت هذا الباركور وصل الفينال راك ديت بار كبير. ان شاء الله تكون لي فرحه على التعب اللي جوزوا هذا العام ويدوا بلي ان شاء الله هذا العام ان شاء الله. إن شاء الله. نتحدث أيضا عن المدرب السنغالي لامين دياي. شفنا أنه منذ قدومه وتوليه العارضة الفنية للاتحاد وضع لمسته، عود عديد النتائج الإيجابية في المرحلة أو في الفترة الأخيرة. ترى أنه الفريق تحسن كثيرا على مستوى اللعب، وترى كما قلت أنه المدرب السنغالي وضع لمسته الفنية فعلا. لا صح الحمد لله. عارف حسن الاختيار في المدرب، جاء في وقت حساس وعرف كيفاش يسير المجموعه، وعارف كيفاش يبدل السيستم دي جي واللاعبين يتقبلوها ويلعبوا حسب السيستم ديالو. هذا هو المدرب وهذه اللمسه على المدرب. انا شفت باللي الله يبارك في المدرب، عنده كفاءه، لاعب نهائيات، ما عنده تجربه في المنافسات وفي الالقاب. ان شاء الله لي جوار. واش نقول لك، انا خاف من لافون تاع لي جوار كيكونوا ملاح والله ما خمم في المنافس ولا في كيما يقولوا في الخصم. انا باسكو لي جوار كيكونوا ملاح تاع الاسماء على بالي واش يقدروا يديروا. ان شاء الله يكونوا في يومهم، وان شاء الله يتبعوا التعليمات تاع المدرب. الله يبارك، كفاءة عالية وعارف كيفاش يسير المجموعة. ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. ما بقات لهمش حاجة اللي فريمون كبيرة، شوية إرادة، شوية رزانة، شوية تعليمات من عند المدرب وفيها خير ان شاء الله. باسكو مام البلاد اللي حلبوا فيها
ما كانش فري مودات كيما بلدان واحده اخرين. شغل دوكا في مصر ولا افريقيا شويه صعيبه. في مصر تقدر تلعب ليكيب تاع الزمالك اللي يلعبوا البالون، ماشي اللي زعما اغريسيف ولا قباح ولا. ان شاء الله يكونوا الياسبا في نهارهم، وان شاء الله تكون لهم اللقب الثاني ان شاء الله. حتى لا ننسى أيضا الزمالك نادي كبير له خبرة إفريقية كبيرة في المنافسات القارية، نفس الشيء أيضا بالنسبة للاتحاد. ورغم الأفضلية إلا أنه شوفوا أنه يلزم على الاتحاد عدم التهاون بهذا الخصم. من وجهة نظرك هل ترى أنه من الأحسن أن يتعامل المدرب بتكتيك دفاعي أم بتكتيك هجومي؟ لا دوكا النهائيات تلعب على جزئيات، ما لازمش واحد يكون بثقه عاليه وما لازم يكون واحد خايف بزاف. لازم يكون واحد شغل يكون متكافئ في الانرجي ديالو، ما يتقلقوش. هذا نهائي وهم موالفين بالنهائيات، وما عندناش ما 10 ايام ونلعبوا نهائي ضد شباب الوزداد. ان شاء الله عندهم التجربه الاتحاد، ان شاء الله عندهم التجربه في هذه المنافسه، وان شاء الله ما يخيبوش انصار اللي راحوا بقوه وعندهم امل كبير باش يولوا بالتاج ان شاء الله. انا قلت لك نقول لك تكون شويه اراده وشويه رزانه ان شاء الله الكاس يجيبوها ان شاء الله. انا نقول لهم شغل لازم يكونوا بيان بلاسي، يكونوا في المونطال ملاح، مورالمون يكونوا ملاح. انا نقول لك باش تكون عليهم صعيبه، ولا بداو بالخوف وكذا تصعب شويه الحاله. الزمالك ثاني فريق قوي وتصدر الدوري المصري، ما يخفالكش هذه. ان شاء الله هذه هي السبب باش تكون ياسما تزيد شويه لا فولونتي تاع لي جوار ان شاء الله باش يحققوا هذه النتيجه وما يخيبوش الانصار اللي راحوا بكثره. مشكورين على الديبلاسمون هذا اللي وقفوا دائما مع الانصار، نعرفوهم انصار الاتحاد في هذه المناسبات وضد وراء فريقهم. ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله، وتفرح كاع الجزائر مش غير انصار اتحاد العاصمه. لوكا توب اتحاد العاصمه راه يمثل كاع الجزائر وهذا وطن. ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. واحد يكون دائما ايجابي، وهذه هي الحاجه اللي تخليك تافونسي في حياتك. ان شاء الله تكون ايجابي، نقول لي جوا ان شاء الله يكونوا ايجابيين وربي يوفقهم ان شاء الله. توفيق من عند الله، وهذا نهائي قد سيقع ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. إن شاء الله. رفيق، كما قلت 90 دقيقة فقط على بعد خطوة للتتويج بهذا الكأس. ما هي ربما أهم العوامل التي يجب أن يتحلى بها اللاعبين في مثل هذه المباريات المصيرية؟ لا يكون عندهم ما يتقلقوش. قلنا ما يتقلقوش، وقلنا يعرفوا كيفاش يسيروا، ما يتحملوا الضغط هذاك. فهذاك اللي مومون ديفيسيل نطلب من اللاعبين باش يشدوا الكره بزاف باش يمتصوا الغضب تاع الانصار تاع الخصم واللاعبين. ان شاء الله هذاك الضغط تاعهم يولي عليهم بالايجابي ان شاء الله. هم موالفين لعبوا هنا في سان جويب ضد 80,000 متفرج ولا 70,000 متفرج. اللاعب الجزائري مولف بالضغط. ان شاء الله يكون في، انا قلت لك ان شاء الله يكونوا في يومهم العوامل اللي لازم يكونوا بيان بلاسي، يكونوا اراده لا فولونتي شويه بليس وفيها خير. انا نشوف فيه ان شاء الله يا ربي على حسب ما نعرف الاتحاد في هذه المناسبات ما يخيبش. ان شاء الله فيها خير، ونطلب ربي على كل حال توفيق من عند الله. ان شاء الله يكونوا في نهارهم ان شاء الله على امل. رفيق، يعني على ما أظن أنت متفائل جدا بعودة إيجابية من الأراضي المصرية من طرف يعني فريق اتحاد العاصمة. لا نتبع اتحاد العاصمه، نتبعها من ملعب اتحاد العاصمه، ونعرف في هذه المناسبات يديروا اللي عليهم. لا اللاعبين ما يخيبوش في هذه المناسبات. واللاعبين ماذا بهم يتوجوا بلقب ثاني ان شاء الله. كاين لاعبين اللي عندهم لقب وكاين اللي مازال ما داوش اللقب الاول. ان شاء الله تكون الخبره وتكون الركائز اللي داو يعطوا الخبرات تاعهم اللي مازال ما داوش، وان شاء الله يديروا اللي عليهم. انا دائما نكون متفائل باسكو بالتفاؤل تقدر تافونسي وتقدر دير اللي عليك. ان شاء الله يا ربي يكونوا واجدين حاضرين، يكونوا بدنيا ملاح. انا على بالي بلي شغل حاجه اللي تقلق لي جوال ولا الارتباك والتقلق. ان شاء الله ما يكونش عندهم، ان شاء الله يكونوا غزال ان شاء الله. ديجا كيما رانا رايحين انا رابحين 1-0 مازال 90 دقيقه. ان شاء الله ما يتقلقوش. ان شاء الله الثاني يكون التحكيم في محله باسكو تخاف شويه الكره الافريقيه شويه.
هذا واش تقدر تخاف. ما حاجه كره القدم تبقى بين اللاعبين، وعندنا لي جوال اللي يقدروا ان شاء الله مادام وصلوا فينال ينجموا يدوها، مادام وصلوا ديال النهائي ينجموا يديها ان شاء الله، وربي يوفقهم ان شاء الله ويوفقنا كاع وتكون فرحه ان شاء الله في كاع الجزائر ان شاء الله في اتحاد العاصمه. نعم رفيق، كما قلت نتمنى التوفيق لاتحاد العاصمة ممثل الجزائر في نهائي كأس الكونفدرالية، ولما لا العودة بهذا التاج واللقب القاري للمرة الثانية لاتحاد العاصمة. شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. فاحد الله يحفظكم، بارك الله فيكم، وشكرا على المكالمة، وسمحوا لنا كنا ثقل عليكم شوية. ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله ويوفق اتحاد العاصمه وكل نادي مثل الجزائر، ربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك رفيق، شكرا. عودة اليكم مشاهدينا الكرام بعد هذه المداخله القيمه مع لاعب اتحاد العاصمه سابق رفيق دغيش، والتي تكلمنا فيها مطولا على هذه المباراه. نتمنى التوفيق لاتحاد العاصمه. ايضا هناك برنامج اعلامي الرسمي الخاص باتحاد العاصمة الذي حط رحاله بالأراضي المصرية فجر اليوم الخميس. هناك منطقة مختلطة بملعب وادي دجلة على الساعة 4 بتوقيت الجزائر بحضور اللاعبين حسين دهيري، زكريا دراوي وتشيمالو. غدا الجمعة إن شاء الله ستكون هناك ندوة صحفية بملعب القاهرة الدولي على الساعة 12:30 بحضور المدرب لمين دياي واللاعب سعدي رضواني. بعدها على الساعة 9 ستكون هناك الحصة التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام بملعب القاهرة الدولي على الساعة 7 بتوقيت الجزائر والساعة 9 بتوقيت مصر. نعم مشاهدينا الكرام، ستكون مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة والزمالك تحت تغطية الإعلامي والصحفي المتميز أمير الزكريني، مفد قناة الوطنية إلى مصر لمتابعة كل تفاصيل هذا الموعد الكروي الكبير ونقل أجوائه للجمهور الجزائري. نتمنى التوفيق للزميل أمير الزكريني في هذه التغطية، ولما لا أن يعود أمير مع فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية إن شاء الله. نتمنى التوفيق لاتحاد العاصمة.